السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية اسم حازم في المنام للإمام ابن سيرين. وحابة أذكركم إن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات والله تعالى أعلى وأعلم. اسم حازم في المنام بيدل على شخصية الرائي أو الرائية، يعني بيدل ان صاحب الرؤية او صاحبة الرؤية من الشخصيات الحازمة او من الشخصيات اللي بتتحلى بالحكمة والمواقف الحكيمة، وكمان ان هو شخص جد في تعاملاته، وان هو او هي من الشخصيات اللي بتلتزم بكلمتها، وكمان إنها من الشخصيات اللي بتحافظ على الوفاء بالعهود. واسم حازم في المنام لو كان مكتوب أو مسموع أو مقروء أو في شخصية اسمها حازم في المنام، فده بيدل على صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية وإنها شخصية حازمة. حابة أقول كمان حاجة، إن لو صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية في مشكلة ما أو في خلاف أو محتاج ياخد قرار مصيري، فلازم إن هو ويظهر له اسم حازم في المنام، فلازم ياخد باله كويس جدا إن هو يصلي ويستخير ويتوكل على الله، ولازم يحسم الأمر في القريب العاجل، بس بعد صلاة الاستخارة وبعد ما ربنا يقدر له الخير إن شاء الله. كمان حابة أقول إن لو كان الشخص أو الشخصية دي في علاقة عاطفية وما كانتش علاقة رسمية، فده بيكون وظهر اسم حازم في المنام، فده بيكون تنبيه أو تحذير لصاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية بإنه يكون أو ياخد أو إنه يحول العلاقة دي لعلاقة جدية، وعلاقة يعني علاقة تكون في النوم ما بينه ما بين الناس، والناس كلها تبقى معروفة، علاقة شرعية لوجه الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم. اسم حازم من الأسامي اللي بتدل دايما على إن صاحب الرؤية وصاحبة الرؤية شخصية قوية حازمة، بتاخد القرارات الحكيمة أو بتتصف بإنها بتاخد قرارات حكيمة والله تعالى أعلى وأعلم. فضلا وليس أمرا، ما تنسوش تدعمونا بلايك حلوة زيكم، تشاركوا الفيديو مع أخواتكم وأصحابكم وحبايبكم عشان نكبر بيكم.